هل سألت نفسك قبل كده إيه هو الكنز الحقيقي اللي بندور عليه في حياتنا؟ هل هو الفلوس، الشهرة، ولا ممكن يكون حاجة تانية أعمق؟ رواية الخيميائي The Alchemist للكاتب العالمي باولو كويلو هي واحدة من أكتر الروايات اللي غيرت حياة ملايين الأشخاص. الكتاب ده مش مجرد قصة راعي بيدور على كنز، لكنه رحلة ملهمة مليانة دروس عن الإيمان، الشغف والقدر. النهاردة هحكي لك القصة بالكامل ونغوص مع بعض في العبر اللي بتغير حياة أي حد يقرأ الرواية. فجهز نفسك، لأن الرحلة دي ممكن تخليك تشوف حياتك بطريقة مختلفة تماماً. 1. بداية الحلم. سانتياغو شاب راعي غنم إسباني بسيط بيعيش حياة روتينية لكن قلبه مليان فضول. في يوم بيشوف حلم متكرر عن كنز مدفون في أهرامات مصر. الحلم ده بيخليه يتساءل: هل ده مجرد وهم ولا رسالة من القدر؟ 2. قرار الرحلة. سانتياغو يقابل ملك غامض اسمه ملكي صادق، واللي بيقولوا إن لكل إنسان أسطورة شخصية، وهو الهدف اللي اتخلق عشان يحققه. الكلام ده بيشعل نار جواه فيبيع قطيعه ويقرر يسافر في رحلة مجهولة بحثاً عن الكنز. 3. الطريق مليان عقبات. في بداية رحلته بيتعرض للخيانة والسرقة وبيخسر فلوسه كلها، لكن بدل ما يستسلم بيشتغل عند صاحب محل كريستال عشان يبدأ من جديد. التجربة دي بتعلمه الصبر وأهمية المثابرة، وبتثبت إن حتى الخسارة جزء من الرحلة. 4. لقاء الكيميائي. مع مرور الوقت سانتياغو يقابل شخصيات كتيرة: تجار، باحثين عن الذهب، ومحبوبة حياته فاطمة. لكن أهم شخصية هي الكيميائي، اللي بيكون رمز للحكمة. الكيميائي بيعلمه إن أعظم كنز مش دايماً مادي، أحياناً بيكون في الحكمة والمعرفة اللي بتكتسبها خلال رحلتك. 5. النهاية المدهشة. بعد مغامرات طويلة يصل سانتياغو إلى الأهرامات، لكن يكتشف إن الكنز مش هناك. الكنز الحقيقي كان مدفون في الكنيسة اللي بدأ منها رحلته في إسبانيا. العبرة هنا واضحة: أحياناً لازم نعمل الرحلة الطويلة عشان نفهم إن اللي بندور عليه كان قريب جداً مننا من البداية. العبر والدروس. 1. اتبع حلمك مهما كان بسيط. الكتاب بيأكد إن أي حلم حتى لو شكله مستحيل يستحق السعي. 2. الرحلة أهم من الهدف. الكنز مش الهدف، لكن التجارب والمعرفة اللي بتكسبها في الطريق. 3. الإيمان بالقدر. لما تسعى وراء حلمك بصدق، الكون كله بيتآمر لمساعدتك. الجملة الأشهر في الرواية. 4. الحب الحقيقي مش عائق. حب سانتياغو لفاطمة ما وقفوش عن السعي، بالعكس كان سبب يدفعه يكمل. 5. الخسارة جزء من النجاح. كل خيانة أو خسارة واجهها سانتياغو كانت درس بيوصله للكنز. تأثير الرواية عالمياً، ترجمت لأكثر من 80 لغة، وبيع منها أكثر من 65 مليون نسخة. ألهمت ملايين القراء، من الشباب لرجال الأعمال حتى مشاهير العالم. اعتبرها ناس كتير كتاب غير حياتي، لأنها بتخليك تسأل نفسك: إيه حلمي الحقيقي؟ في النهاية، رحلة سانتياغو في الخيميائي مش مجرد قصة خيالية، هي انعكاس لرحلتنا كلنا في الحياة: السعي، الفشل، الحب، الأمل، والمعنى. لو عندك حلم، ما تستناش، ابدأ رحلتك دلوقتي. يمكن الكنز اللي بتدور عليه يكون أقرب مما تتخيل.